ازيكم متابعيني عاملين ايه؟ تعالوا نعمل مع بعض النهارده سلطه الكول سلو بطريقه سهله جدا وبسيطه، ومش هتاخد معانا وقت خالص، وهتطلع معانا احلى من بتاعه كنتاكي كمان. هجيب كده كرومبايه بيضه زي ما انت ما شايفه كده بتاعه السلطه، هبتدي اقطعها كده بالنص كده بالشكل ده كده بالنص. هشيل منها الورق الاخضر ده كله، انا مش محتاجاه، هاخد الورق الابيض بس اللي من جوه. الورق ده ما ترموهوش، ممكن تحشيه كرنب تعمليه محشي. هاخد بقى الورق الابيض الحلو اللي من جوه ده. لما تيجي تقطعي الكولسلو بلاش تاخدي الجزء اللي هو فيه العرق ده، ابعدي عن الحته اللي فيها العروق دي عشان تاكلي سلطه تبقى طعمها حلو وفي نفس الوقت سلطه صح. هناخد كده من جنب العروق ونقطع كده الناحيه التانيه برضو، نفصل العروق كده. الجزء بتاع العروق ده انا مش محتاجاه، اي حته هلاقي فيها عروق تشيليها. تمام، هنبتدي بقى نقطعها كده، نبتدي نقطعها كده بالعرض. قطعيها حتت صغيره، وبعد كده تقطعيها بالطول كده، وبعدين نقطعها بقى بالطول حتت صغيره برضه، ما تبقاش حتت كبيره. هتقطعي بقى الكميه كلها اللي انت محتاجاها بالشكل ده. تمام، هنا انا عندي جزرتين جبتهم كده، جزرتين متوسطين او واحده كبيره، وبشرتها بالمبشره بالشكل اللي انت شايفاه ده. هبتدي انزل عليها بالكرنب اللي انا قطعته، وهحط كده الدريسنج اللي هيتحط على السلطه بتاعت الكول سلو. في الاول كده انا معايا هحط معلقه كبيره زبادي، لو مفيش زبادي تقدري تبدليها بربع كوبايه لبن. هحط عليها معلقه كبيره كده عسل ابيض، مايونيز. بصي المايونيز ده انا عاملاه في البيت، هتلاقي الطريقه هتظهر معاكي في علامه الاي فوق، وهسيبهولكوا في صندوق الوصف. صندوق الوصف يا جماعه اللي هي كلمه المزيد اللي تحت الفيديو تحت. بصي القوام بتاعه عامل ازاي، لما بيقعد في التلاجة بيتقل تاني، ومقاديره سهله جدا. خشي شوفي الطريقه هتعجبك قوي. هبتدي انزل كده على الكميه، على حسب بقى الكميه اللي انا محتاجاها بتاعه السلطه. وقلب بقى يا باشا الكلام الجميل ده كده مع بعض لغايه ما ايه العسل الاقيه حل كده معايا. هتاكلي شويه سلطه في منتهى الجمال. اهو الدريسنج معايا بالشكل اللي انت شايفاه ده. ممكن بدل العسل الابيض تحطي معلقه سكر عادي خالص. هبتدي انزل بيها بقى كده على السلطه. السلطه دي السلطه اللي ما بتتاكلش في وقتها خالص، لازم تقعد في التلاجة شويه، مش اقل من ساعتين. كل ما بتقعد في التلاجة كل ما بتبقى احسن. بتلاقي الكرنب ده دبل معاكي خاص، والجزر ابتدى ينزل كده ميته والسكر اللي فيه، تبقى في منتهى الجمال. تقلبيها كده مع بعض